يعني ايه خشب طبيعي؟ وايه الابلكاش ده؟ ويعني ايه كبس؟ والزان بيبقى فين في الغرفه؟ ازاي بتقول ان الغرفه ما يكونش فيها زان؟ اول حاجه بالنسبه للغرف، وده بينطبق على اي حاجه فيها مسطحات ايا كانوا غرفه نوم او غرفه اطفال او حتى سفره، احنا في دمياط بنستخدم خشب طبيعي بالكامل، حاجه اسمها كبس، بيتعمل هاند ميد من الصفر وبتتكون من 3 طبقات، طبقه ابلكاش رقيقه فوق وطبقه زيها تحت وجواها خشب بياض فنلندي، علشان نكون القطعه اللي احنا بنعملها وبنستخدمها في الغرفه اللي هي المسطحات. ودي ما ينفعش لاسباب كتير قوي نستخدم فيها خشب زان، ولكن اللي بيقول ان احنا بنستخدم غرفه النوم من خشب الزان دي معلومه للاسف كلها كذب. بالنسبه للزان في الغرف، فاحنا مثلا بنستخدمه بقى في الشاسيه اللي في السرير، في اماكن التسكيك، في اي حاجه فيها ارجل، يعني الحاجات اللي بيكون عليها حمل شويه. اما بالنسبه بقى للصالونات والركنات والانتريهات، فاحنا بنستخدمها كلها خشب زان احمر، لان ده طبعا اكتر حاجه هتديك حمل وتقدر تستخدمها وتعيش معاك عمر افتراضي طويل. كل اللي بنتكلم فيه ده كنا بنتكلم عن المودرن، ودي الخامات اللي الناس بتنزل دمياط تشتريها علشانها خامات معمره، وبالنسبه لنا احنا هنا في ثقه بندي عليها ضمان لمده 10 سنين كاملين. ولو انت عندك اي سؤال او استفسار سيبهولي وان شاء الله هرد عليك.